يا مساء الحلويات عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. فيديو جديد وتورتايه جديده هنشتغلها مع بعض بكل سهوله. عندنا كل التفاصيل من الصغيره لكبرها. هخليكي تطلعي استاذه من الفيديو ده وتعملي اسهل تورته في البيت لولادك وتفرحي قلبهم. التورتايه بتاعتنا النهارده نصها شوكولاته ونصها مانجا، يعني نصها يعتبر فاكهه ونصها شوكولاته. حتى كمان الكيك اللي جوه مفروض ان هو نص شوكولاته ونصه كمان فانيليا. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. معلش الحر شويه بتخليكي ما تبقاش ظابطه ايدك قوي في الكريمه، بس انا هقولك على التكات والتفاصيل انك تطلعيها بكل سهوله في اقل وقت. طعمها وشكل جميل. حطي يلا اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس، ولو بتشوفيني من الفيسبوك كمان اعملي متابعه. انا عندي نص كيلو من الاسبونج الجاهز، نص كيلو سبونج ابيض جاهز، هقسمه على نصين. يعني هاخد هنا كوبايه ونص وهنا كوبايه ونص. ليه؟ علشان انا هعمل بيه نص شوكولاته ونص فانيليا. يبقى انا اخدت هنا كوبايه ونص والناحيه التانية كوبايه ونص. اما المعلقتين اللي انا اخدتهم دول من الناحيه بتاعه الشوكولاته عشان هزود مكانهم معلقتين من الكاكاو الخام. تمام كده مكان المعلقتين الاسبونج اللي انا خدتهم، وده هيبقى جزء الشوكولاته. والناحيه التانية طبعا النص الكريمه. طبعا متفقين ان قبل ما بشتغل او قبل ما ببتدي اشغل الفرن علشان يسخن. هحط على الكميه اللي عندي دي 3 بيضات. يعني الكميه اللي عندي اللي هي كوبايه ونص دي بمقام ربع كيلو سبونج. تمام. حطيت عليهم معلقه فانيليا، يعني طرف معلقه فانيليا كده، وربع كوبايه من الميه، ميه من حنفيه مش ساقعه ولا اي حاجه. تمام كده. هضرب لمده 10 دقايق لغايه لما تتضاعف معايا الحجم والقوام يثبت ويبقى تقيل وفاتح. تمام كده. تمام كده بقى بالمنظر ده كده. هبتدي اقلب تقلبتين، وبعد كده هجيب الدوسيه دوت. ده ظهر دوسيه بتاع الاولاد، اخدت منه حته وهلزقهم في بعض كده علشان اعمل منه زي ايه فاصل في النص، علشان نحط نص الشوكولاته ونص الكريمه. وزي ما اتعودنا بنحط من تحت ورق زبده علشان القاعده بتاعتي ما تلزقش في الايه في الكيك بتاعي. طبعا التورتايه بتاعتي دي مقاس الحله اللي معايا دي مقاسها 24، يعني بعد التزيين بتبقى مقاس 26. طبعا مش عايزه اقولك انا يعني ان احنا مشغلين الفرن وقلت لك ومسخنينه قد ايه. تمام. حطيت الجزء الابيض وسبتها بقى كده وسندته بالكوبايه علشان ما يملش. ده الجزء اللي هو مفروض شوكولاته. هنحط برضو 3 حبيات من البيض، ربع كوبايه ميه، ورشه فانيليا. لو انت مش متاكده من السبونج بتاعك هتحطي معلقه كبيره من محسن الجل. لو انت ضامنه المحل اللي انت بتشتري من عنده السبونج يبقى خلاص مش هتحتاجي. في نفس المكان وفي نفس الطبق هنعمل بالظبط الايه السبونج الشوكولاته. تمام. هنحطه الناحيه التانية. باين كده بالظبط من الكاميرا او من المقدار ان مقدار السبونج الشوكولاته عندنا اقل شويه من مقدار الفانيليا، صح كده؟ اما الخبطه دي فهي دي كانت غلط، دخلت المقدار بتاع الشوكولاته تحت مقدار الفانيليا. هتشوفوها بعد ما يطلع. المفروض ان انا كنت عملت كده خلاص، ما كنتش خبطت بقى علشان كان يبقى متساوي. يعني كل كميه الشوكولاته اللي عندي كانت معموله بالنص بالظبط بالنص. بعد التخبيط بقت مش مظبوطه قوي. تمام. تمام كده. هبتدي بقى انا سبتها يوم كامل. بعد ما طلعت وهديت غلفتها وسبتها تاني يوم اشتغلت فيها علشان ما تفرولش مني. انا دخلتها على درجة حرارة 180، قعدت معايا تقريبا من ساعة لربع ساعة على حسب حرارة الفرن عندك. هبتدي اظبط المنشار بتاعي واقطع. بصوا بقى هنا زي ما انا ما قلت لكم، جت من تحت، نزل الشوكولاته من تحت، والحته بتاعت الكريمه بقت اصغر شويه، والحته اللي فوق دي هتلاقي هي كريمه يعني اكبر. بصوا انا بالنسبه للطريقه بتاعت الشوكولاته والفانيليا دي انا ما بظبطش الموضوع دوت، او ما بيريحنيش غير ان انا اعمل واحده وواحده وابتدي الزقهم في بعض. دي بتطلع معايا بالظبط وبالمقاس بالملي. هبتدي اسقي بقى التورتيه بتاعتي زي ما احنا متعودين، بس نخلي بالنا ان احنا هنحشي حشو مانجا. يعني الشربات بتاعي يكون قليل جدا، ما نسقيش كتير علشان المانجا كده كده هتنزل منها الميه بتاعتها. فنخلي بالنا ما نطريش قوي الكيك، علشان زي ما انتم ما شايفين كده ان المانجا اصلا فيها عصاره، ولما هتبات هتنزل. اهم حاجه ان احنا نبتدي نقلب المانجا اللي عندي بحبة كريمة عشان تلزق على الطبقة اللي فوقيها. تمام. لو انا حطيت مانجا بس هي بس هتطري الكيكة ومش هتلزق فيها. الناحية التانية اللي المفروض ناحية الشوكولاتة نحط فيها حبة نوتيلا ونقلبها برضو كده في الكريم شانتيه علشان تدي الطعم كأننا احنا عاملين الحشو او الكريمة بالنوتيلا. تمام كده. حطينا نوتيلا وحطينا كمان شوكولات شيبس علشان يعني نفرق ما بين ناحية حشو مانجا وناحية حشو شوكولاتة.
تمام كده. هنبدأ نضغط ضغطة بسيطة خالص علشان تلزق، مش هنسقي كتير، مش هنحط يعني المحلول التسقية بتاعنا ده مش هنحط كمية كبيرة عشان احنا بنحشي مانجا. محلول التسقية بتاعي عبارة عن ايه؟ مية وسكر خفيف جدا، يعني مثلا كوبايتين مية وكوباية سكر، هغليهم غلوة يعني لمدة 5 دقايق على النار. وبعد كده احط معلقة فانيليا او نص معلقة فانيليا واطفي واسيبها تهدى خالص، وبعبيها في حاجات زي اللي انتوا شفتوها دي، يعني ازايز كده عشان تبقى سهلة ايه الاستخدام، وبحطها عندي في التلاجة. هنعمل نفس التفاصيل اللي احنا عملناها في الطبقة التانية. وانتوا عارفين انا متعودة اعمل التورتاية بتاعتي تملي 3 ادوار او 3 طبقات مش 3 ادوار. تمام كده. نصها شوكولاتة وادي النص التاني حشو مانجا. طبعا احنا لازم نستغل المانجا، احنا في موسم المانجا لازم نستغل المانجا، واحنا كلنا ما في البيت عندنا ما فيش حد فينا ما بيحبش المانجا. بس لازم تبسطي ابنك او بنتك وتعملي له احلى حاجه، واكيد اكيد هتطلع من ايديكي بيرفكت جدا، وكمان مش مكلفه زي بتاعه المحلات، وفي نفس الوقت فيها كمان دسامه اكتر وشغل اكتر، وكمان فيها مخدومه زي ما بيقولوا كده. تمام. انا سقيت من الوش وسقيت من الظهر كمان، وده الطبقه الاخيره اللي انا بحب احطها على الوش علشان تكون الكريمه معايا مستويه. تمام كده. هدي اول طبقه بس من الكريمه، كريمه شانتيه ابيض، وبعد كده ادخلها الفريزر. بعد كده هعمل نص شوكولاته ونص ابيض، وهعمل نصها بالشوكولاته كريم شانتيه، نصها شوكولاته ونص التاني هيكون ابيض. زي ما انتم شفتوا كده انا شلت الحته بتاعه التغليف لان احنا غلفنا مع بعض اكتر من تورتيه قبل كده. هبتدي بس احدد الناحيه بتاعه الجزء الابيض علشان ارصص فيها المانجا. اما النص الشوكولاته اللي معمول بكريمه الشوكولاته زي ما انتم شايفين حطيت عليهم معلقتين نوتيلا وبقت كريمه شوكولاته. هحط عليه جناش اقتصادي. عملنا مع بعض الجناش الاقتصادي اكتر من مره، هقولك مقاديره دلوقتي. هو عباره عن معلقتين من الكريم شانتيه الخام، وهحط عليهم ربع كوبايه ميه. بصوا هنا الكنكه اللي في ايدي خبطت في الجناش، خلي بالك انا ما بحبش احط اي معلقه على الجناش. معلقتين كريم شانتيه وعليهم ربع كوبايه ميه، وهدوبهم كويس جدا، واحط عليهم معلقه زيت يكون طعمه حلو. هدوبهم على البارد وارفعهم لغايه لما يغلوا على النار. وبعد كده هكسر فيهم مكعب كبير من الشوكولاته، او تقريبا كيس شوكولاته اللي هو 200 جرام. تمام كده. ادوب كويس جدا لغايه لما يفك معايا، مش هرفعه على النار تاني، هيبقى بالقوام ده. واحنا في صيف هيبقى الملمس معاكي كويس جدا. دخلته يتمسك شويه وبعد كده طلعت علشان ارصص المانجا. كمان عملنا فيديو للتورتيه بالمانجا وعرفتك ازاي تقطعي المانجا، ممكن ترجعي لها، وهسيبلك طريقة التورتيه بالمانجا بالتفاصيل في صندوق الوصف، ممكن تبقي ترجعي له. تمام كده. اما بقى الحروف دي فانا جبت قالب سيليكون كده ورصيت فيه الحروف، يعني سيحت شوكولاته بمعلقه زيت ورصيت بيه الحروف وجمدتها، وبعد كده عملت بيها هابي بيرث داي، وكتبت اسم الاولاد الاتنين روجيه وروبرت. وكانت شكلها شيك زي ما انت ما شايفه كده. يلا بقى حطي اللايك والشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس. لو بتشوفيني من الفيسبوك اعملي متابعه، وتعالي نقطع ونشوف من جوه شكلها ايه. لو وصلتي معايا للفيديو ده وعجبك طريقة التورتاية واستفدتي منها اي حاجة، سيبيلي كومنت مشجع منك، وقوليلي نفسك اعملك حاجة حلويات ايه تاني نفسك تشوفيها او نفسك تتعلميها. يلا بقى نفتح كده ونشوف من جوه ال3 طبقات عاملين ايه والشوكولاتة عاملة ايه. بصوا بقى طلعت مظبوطة جدا جدا جدا. يلا مستنية يعني كومنتاتكم ولايكاتكم لو عجبتكم التورتاية، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.